اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض الوصفه السادسه من اسبوع المدارس الاول. احنا عاملين مع بعض سلسله من الوصفات. خدنا الوصفه الاولانيه كانت الكبده الاسكندراني، وخدنا طاجن الباميه بالعكاوي. كمان الوصفه الثالثه كان الفول النابت، وكمان الوصفه الرابعه كان السمك المشوي، وصينيه البطاطس بالفراخ والرز المعمر. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض المسقعة بطريقة حلوة جدا هتعجبك، وسهلة وبسيطة، ومش هتاخد منك دقايق وتكون جاهزة. أتمنى إن الوصفات تكون بتعجبك، وأتمنى إنك تكوني بتشوفي الفيديوهات اللي فاتت، ولو مش شفتيهاش هسيبلك اللينك بتاعها في صندوق الوصف لو حابة إنك ترجعي لأي حاجة من الوصفات دي وتشوفيها. يلا بينا على طول نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة ازاي. يلا بينا على طول على الطريقة. اول حاجه انا هجيب وok على النار، حطيت فيه شويه زيت، وبعدين هبدا انزل عندي بيه بصلايه متقطعه حلقات بالشكل ده. عايزه ادي للبصله قرمشه كده. انا طبعا حطاها فيه شويه دقيق، وحط عليها شويه ملح عشان زي البصله كده اللي بنعملها للكشري بالظبط. هنا في الحله هنعمل مع بعض الطماطم او التسبيكه بتاعتنا. جبت عندي شويه زيت، حطيت عندي حوالي 3 فصوص كده او 4 فصوص من الثوم. عندي البهارات عبارة عن مكعب مرقة، ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، كمون، كزبرة ناشفة. هبدأ ان انا اقلب كل الحاجات دي مع بعضها كده، وهنزل عندي بيه معلقتين كبار من الصلصة. نقلب ونشوح كل الحاجات دي مع بعضها كده كويس. وطبعا هنحط عندي شوية خل، وهحط عندي كمان شوية سكر عشان حموضة الصلصة. نقلب لحد ما الصلصه كده تبدا تطلع ريحتها كده وتتسبك شويه. بعد كده هنزل عندي الطماطم دي طماطم متفرزه عندي، يعني حدود مثلا نص كيلو من الطماطم كده، بعصرهم في الخلاط وبسيبهم زي ما هم واطلعهم وقت ما احب استخدمهم. هنا البصله زي ما انتم شايفين بقى لونها بقى ذهبي، وبقت مقرمشه معانا بالشكل ده. هطلعها على طول من الزيت على مناديل مطبخ تصفي الزيت بتاعنا. مكان البصل هبدا احط عندي فلفل الوان، وهحط بقى الاحمر والاخضر والاصفر، وقرن شطه حامي كده، وشويه ملح عليه عشان برضو الملح بيديها طعم، وبيديها كمان انها تاخد لون الشوي كده. خلاص اللي هلاقيها خلاص خدت اللون اللي انا عايزاه، هبدا ان انا اطلعها على طول. وعملت البصله وعملت عندي الفلفل الالوان. هنزل عندي دلوقتي البطاطس متقطعه لي شرايح نص سنتي، شرايح رفيعه. طبعا كل خطوه بعملها بحط عليها شويه ملح. هنا الطماطم شغاله هي بتتسبك، هي لسه بس عايزه شويه، هسبكها اكتر من كده شويه. فهغطي عليها وهشوف البطاطس عندي خلاص. اول برضو ما تاخد معايا لون كده، شايفين سمكها رفيع ما هواش كبير عشان تستوي بسهوله. هطلع على طول واحط مكانها البتنجان يفضل البتنجان اللي هو بيكون من غير بذر، بيبقى احسن من البتنجان اللي بذر بيبقى ممرر شويه. هحط عندي شويه ملح. طبعا لما نيجي نحط الملح على البطاطس مش كتير، لان البطاطس من الحاجات اللي ما بتحتاجش ملح كتير. هنا البتنجان خد لون خلاص اهو، وهنا التسبيكه كمان كده اتسبكت معايا خلاص، وصلت لي التسبيك اللي انا عايزاه. انا بقى بسيب فيها سوائل شويه لان هندخلها الفرن، فهتكمل التسبيك بتاعها في الفرن. حطيت بقى طبقه من البتنجان، طبقه من البطاطس، وبعدين هحط عندي شويه من البصل لما بنديله تشويحه كده، ويبقى اللي هو البصله بتاعه الكشري دي بتبقى احلى من انك تحطي البصل ني كده. كمان حطيت البتنجان وبعدين البطاطس، وبعدين هحط عندي على الوش كده شويه من الفلفل الالوان. انا بنزل دلوقتي برضو البصل اهو، بقيه البصل كله. هحط شويه من التسبيكه، يعني احنا هندخلها الفرن بس تقعد يعني مش اكتر من 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير، بحيث ان انا ادمج كل الحاجات دي مع بعضها بقى جوه الفرن، وتاخد بقى طعم صينية المسقعة الحلوة بقى. تقدري انك انتي لو مش عايزة تدخليها الفرن تقدري تعمليها على البوتاجاز، مفيش مشكلة برضو، بس احنا بنقول في الفرن بقى بتاخد يعني طعم احلى كده، وبتحطيها تحت الشواية كده 5 دقايق، فبتبقى شكلها وطعمها احلى. طبعا حطيت الفلفل الالوان اهو، وخلاص. هنا بقى عندي شوية الصلصة اللي باقية دولت، هنزل بيهم. حطيت عليهم شوية مية كده ونزلت بيهم على طول.
نشيل اي حاجة على الصينية عشان ما تتحرقش في الفرن، ودخليها الفرن زي ما قلت لك بدرجة حرارة 200. هتقعد بالظبط 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. انا كنت عملت بقى في الوقت ده شويه رز بالشعريه. ما رضيتش اطول عليكي الفيديو، انا عملت معاكي كتير جدا في القناه طريقه الرز، تقدري تخشي لاي فيديو وتشوفي الرز عاملينه ازاي. وادي عندي الرز اللي عملناه، وادي صينيه المسقعه الخطيره. هحط عندي شويه من الكزبره الخضراء على الوش للتزيين، والله هو مش محتاجة اي تزيين. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، عملنا مع بعض المسقعة والرز. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واشوفك في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.